متمسكين بحق العودة، شارك آلاف الفلسطينيين واللبنانيين في إحياء الذكرى 36 ليوم الأرض في تجمع أقيم في قلعة شقيف، شاركت فيه وفود من إيران وإندونيسيا وباكستان والهند، وتميز بحضور لافت لأربعة حاخامات من مناصري القضية الفلسطينية رفعوا لافتات تقول: نحن يهود ولسنا صهاينة. نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قووق أشار إلى أن حزب الله سيبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى النصر. وليعلم كل العالم العربي أن ربيع الأمة لا يكتمل طالما يوجد حبة تراب واحدة من فلسطين محتلة. اليوم نرسل رسالة من هنا، من أرض الجنوب، من لبنان المقاوم، لأهلنا الذين ينتفضون اليوم في القدس. القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية الأبدية، شاء من شاء وأبى من أبى، كما قال الشهيد ياسر عرفات. وفي موازاة ذلك نشر الجيش حواجزه الطيارة في أنحاء المنطقة ودقق في هويات العابرين، وكذلك اتخذت قوات اليونيفيل تدابير أمنية مشددة بمحاذاة الخط الأزرق، وكثفت دورياتها الراجلة والمؤللة بالتعاون مع الجيش اللبناني، كما أقامت العديد من نقاط المراقبة الثابتة على طول هذا الخط تحسبا لأي طارئ. وفي سياق متصل شهد الجانب الآخر من الحدود مع إسرائيل حالة من الاستنفار العام للجيش الإسرائيلي الذي كثف من تحركاته ومن دورياته المؤللة بمحاذاة السياج الحدودي في القطاعين الأوسط والشرقي، تخوفا من عملية تسلل إلى داخل الأراضي المحتلة.